معلش يا سيليا، تعالي نصلحها مع بعض. سيليا وسيرين اتفاجئوا وقالوا برافو يا يوسف، انت بقيت هادي جدا. يوسف ضحك وقال لهم اصلا انا جربت سر وفعلا نفع. ومن يومها كل ما يوسف يا أصحابي يتعصب يفتكر السر ويعد لحد 10 ويلاقي نفسه هادي وسعيد ومبسوط، وأصحابه كمان مبسوطين معاه. وأنا بقول لكم يا حبايبي يلي بتسمعوني دلوقتي، أول ما تحسوا إن انتوا اتعصبتوا جربوا تعدوا لحد 10، جربوا السر اللي دارين قالته ليوسف، وهتلاقوا نفسكم أهدى وعرفتوا تقولوا الكلام الصح من غير ما تزعلوا أصحابكم. وما تنسوش يا أصحابي تسمعوا باقي حواديت ماما ليلو على القناة كل يوم قبل النوم في حكاية جديدة ليك. قبل ما أقول لكم تصبحوا على خير، لو حد حابب يشارك في حدوتة ماما ليلو الجديدة يبعتلي اسمه، والحدوتة الجاية هيكون هو البطل ليها.